ماتش راكت يعني عمالقة وضرب نار، وعشان تنزل تصد لازم تكون من الأبطال. تابعوني على تشانل هبة اف ام لغز حكايتك. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة، وأهلا بيكم في أهم حلقة من حلقات الرياضة في تشانل هبة اف ام. ويلكم. وحشتوني زي ما وعدتكم آخر مرة بإني هنزل لكم بماتش جديد. أكيد أنا لسه عند وعدي، وجيت لكم النهارده بالحلقة الجديدة والحماسية قوي دي. بس المرة دي بقى مش أي ماتش، ده ماتش القمة والعمالقة، ماتش الرزانة والعقل كله، ماتش الضربة اللي بتقوي، من الآخر ماتش التحدي والأبطال. ما هو الصراحة كده مش أي حد بيلعب راكت يتقال عليه لعيب، أكيد في فرق كبير. ده مش تقليل لباقي اللعيبة إطلاقا، ما قلتش كده. أكيد ليهم كل الاحترام والتقدير وكل الشابو ليهم كمان، وكفاية بس بأنهم بينولوا لقب الروح الرياضية، سواء بقى مبتدئين أو حتى مكملين، لأنه أكيد كل واحد فيهم ليه مستوى معين وستايلات مختلفة. ما هو أصلا مش من المطلوب إطلاقا إنهم يكونوا شبه بعض في اللعب، لكن ممكن يكونوا شبه بعض في التنافس، وهو ده المطلوب. أمال هيتميزوا إزاي؟ بس المطلوب هنا من كل لاعب راكت إنه يحسن مستواه كل مرة عن المرة اللي قبلها، في كل مرة بينزل فيها ماتش جديد. وطبعا اكيد بلا استثناء ده بيبان في كل ماتش بينزله بشكل ملحوظ جدا، سواء اثناء اللعب او على مراحل اللعب عموما. ممكن تكون لعبة الراكت هنا لعبة ترفيهية والكل بيشوفها شبه عادي، وممكن يشوفها مش مهمة اصلا، وخصوصا بقى بان هي ما فيهاش لا خسران ولا فايز. بس ممكن يكون فيها اهم بوينت اللي محدش اخد باله منه كتير، وخصوصا كمان الناس اللي ما بتلعبش اصلا وبيشوفوا من وجهة نظره انها تضييع وقت وخلاص، او ما فيهاش اي نوع من الافادة اصلا، بحكم هنا زي ما هم فاهمين انها لعبة ونشاط صيفي بس بتتلعب على بعض الشواطئ وخلاص. لكن الحقيقة بقى بانها بالفعل بتفرغ اهم طاقة فيك، وهي الطاقة السلبية. ده غير برضو بانها بتخليك تتمرن عملي على لغة السنس والتوازن مع اللي قدامك، يعني من الاخر بتخليك حسيس اكتر، وده مفتقدينه كتير. وده في حد ذاته بيرفع من معاملاتك الشخصية للناس بصفة عامة، وكمان بيظبط شخصيتك من غير ما تاخد بالك. كل ده بيحصل في لعبة فيها كورة ومضرب بس. تخيلوا الموضوع كبير، بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. ده الموضوع مش طلع فيه لعب وترفيه وبس، لا، ده طلع فيه الأهم من اللعب نفسه، وهو سياسة وتوازن علاقتك بالناس. محدش هيفهم الكلام ده قوي غير اللي بيعرف يلعب راكت وبجد. ومن ضمن الناس دي بقى، عشان ما تتوهوش مني كالعادة، هي العمالقة اللي حضراتكم هتشوفوها النهاردة في الماتش اللي هيتقدم بعد ثواني. وقبل ما انزل بالاسامي وشخصياتهم، يا ريت تشرفني الاول بلايك واشتراك للتشانل، وده هعتبره تقدير من حضرتك ليا، وتكون شاكر جدا طبعا. هيكون معانا بقى في مباراة الراكت اللي هتكون تحت عنوان اضرب وجيب اخرك كابتن عمرو القيادي العالمي، وكابتن محمد ابراهيم الاسطوره، وكابتن اسلام محمد اصل التحدي، وكابتن بيرو المايسترو الجامد. اجهز لي بقى حضرتك وانزل بالمشروب المفضل ليك عشان تستمتع صح باقوى مباراه راكت مع الابطال. مستعدين ولا لا؟ ده انا اللي مستعده. ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الماتش ده اتصور وهم تقريبا كانوا بيفنشوا. والله زي ما سمعتوا كده، يعني اللي انتوا شايفينه ده مجرد تفنيش. امال لو هو اتصور فعلا من الاول كنتوا هتشوفوا ماتش عامل ازاي. بصراحة الماتش كان فوق الرهيب، وكابتن عمرو ما بيرحمش، تديله كورة يردها لك 10، معرفش ازاي، بس هي دي تقريبا قدراته. قيادي وعالمي لأبعد الحدود، ما فيهاش كلام. دي تحياتي ليك بجد يا كابتن عمرو، وليا الشرف بجد اني انزل معاك في ماتش. اما كابتن محمد ابراهيم بقى رزين كده وحد سياسي، بس مش معنى كده انه بيسيب حقه، ما تفهمونيش غلط، هو بيرد، بس بيرد في الوقت الصح عشان يعرف ياخد حقه، مش بقول لكم سياسي. اما كابتن اسلام بقى الشغل العالي، اليمين وشمال وترايات ولعب كله على المظبوط. واهم بوينت فيه بقى بان الكرة ما ينفعش تقع، ما ينفعش تقع بقولك، ولو وقعت يبقى انت ابتديت يا معلم، صد عليه بقى لو تقدر. اما بقى كابتن بيرو ملهوش اي ملكه اصلا من الاطلاق، لدرجه هو لو مش باصص لك اصلا ولا منشن على انه يصد من الهدف بتاعك، لو فكرت بس تغفله وتعمل نفسك عم الشديد واللي مفيش منك وتفاجئه بس بشوطه وعقلك يهيئ لك انه مش شايفك وانك اخيرا هتعلم عليه، هتتفاجئ
تتفاجئ انت برد فعله السريع اللي اقوى من غفله العين بالنسبه لك، وهيردها لك اقوى. ما قلت لك ملوش ملكه. عاش يا بيرو، وعاش لجميع الكباتن اللي في الماتش ده. الصراحه في الماتش ده كل واحد فيهم مكمل اداء التاني برد فعله الاقوى. من الاخر الجامد بس هو اللي ينزل مع الجامد. عرفتوا ليه بقى بقول لكم ابطال؟ عشان هم فعلا ابطال. تحياتي ليكم كلكم يا كباتن، وبجد بستمتع جدا لما بتفرج على ماتش دمار ونار بالشكل ده. كان نفسي اصور لكم الماتش من البدايه، بس اوعدكم بيه في الحلقات الجايه اكيد. واستنوني برضو في ماتشات جديده مع عمالقه جديده، لان اكيد اللي جاي كله فيه كل الفنيات. شرفتوني جدا ومستنيه احلى لايك للابطال. يلا باي.